اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. انا جوي من كاميرا هاوس اسوان، وفيديو النهارده هنعرف الفرق بين المايك البويا الاصلي والتقليد بخطوه واحده بسيطه. المايك الاصلي سعره ما يرينج 350 جنيه، والتقليد سعره 150 ل 250 جنيه. المهم اول حاجه، اول خطوه تحمل كيو ار كود سكانر من جوجل، وبعد كده هتجد المايك الاصلي فيه زي لاصقه عليها علامه مائيه، هتشيلها من فوق وتعمل لها سكان. طبعا انا عامل سكان لاكتر من مايك فيهم، فممكن لو حد اشترى مايك من المايكات بتاعتي دي هتجد انه مثلا تم ادخاله المرة الثانية او الثالثة لكن هو اصلي. هيطلع كود، هنضغط عليه، هيفتح الموقع. طبعا ده الموقع الاصلي، لو حاجة تقليد هيفتح موقع تقليد او مشابه لده لكن شكله مختلف جدا، فانت احفظ شكل الموقع ده. هنا دي فيديو بيوضح لك ازاي تعرف الاصل من التقليد، والحاجات هنا في علامة مائية وهنا كذا وكذا، خطوات كتيرة، لكن انا اسهل لي الكيو ار كود. اهو كتب السكيورتي كود زي ما واضح امامكم، ده منتج اصلي. المنتج ده اصلي، بيوضح لك ان هو اصلي وعلامة صح خضراء اهو، والمنتج بيقول لك ان هو اصلي. دي طريقة سهلة وبسيطة تقدر تعرف في اقل من دقيقة اذا كان المايك ده اصلي او تقليد، وطبعا هو متوفر من خلال الصفحة الخاصة بينا. حاليا نفتح العلبة في السريع كده نشوف مكوناتها. واسف لو حد هيشتري المايك من المايكات بتاعتي دي، يعني هتجد العلامة المائية مرهقة شوية، لان انا جربت 2 او 3 يعني، او مثلا تلاقيه في الهيستوري مثلا. نفتح نشوف المحتويات، مع ان يعني شفنا ان هو اصلي. المحتويات ده كيس ابيض، جواه ده الحامل بتاع المايك اللي هو بيركب في الرقبة، ودي وصلة، وده فلتر للهواء، وده حجر، دي بويا، كارت الضمان، كتيب ارشادات، شنطة، ده المايك 6 متر طبعا، صوته نقي لا يعلى عليه. وهنا تقدر تبدل ما بين الكاميرا والموبايل او اوف. طبعا الحجر بيركب من هنا. يعني ده فيديو سريع كده اللي هو تعرف تفرق ما بين الاصل والتقليد بخطوة واحدة بسيطة، وهي انك تحمل كيو ار كود سكانر وتعمل سكان للكود اللي هو اسفل العلامة المائية. بسيطة، امر بسيط جدا. طبعا المايك ده متوفر من خلال الصفحة، لو حد حابب يطلبه هتجده في الصفحة. المهم ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروني في الفيديوهات القادمة. سلام.